لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. هنتكلم في فيديو النهاردة عن حالة الفنان أيمن زيدان الصحية بعد انفجار أسطوانة غاز جنب بيته. حرص الفنان السوري أيمن زيدان على طمأنة محبيه على حالته الصحية بعد الانفجار اللي حصل في المطعم اللي جنب بيته على طول، وتسبب في أضرار مادية بعدد من السيارات والمباني المجاورة. وكتب زيدان عبر حسابه الرسمي في فيسبوك اليوم الثلاثاء: أصدقائي، انفجار عبوات غاز في مطعم بيتزا ملاصق لبيتي الصغير والكافيه. وطمأن زيدان محبيه على نفسه قائلا: أنا بخير وأضراري مادية الحمد لله دائما. وحمى الله كل الناس. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلمات الفنان السوري متمنيين له دوام الصحة والعافية. يذكر أن الانفجار تسبب في حدوث أضرار مادية في المطعم والمنازل والسيارات المجاورة دون تسجيل أي إصابات في الأرواح. وكان الفنان السوري أيمن زيدان احتفل بعيد ميلاده منذ أيام قليلة، ونشر صورة له من كواليس برنامج المجهول، وكتب: أبدأ الآن سنتي 68، أتذكر السنوات التي انقضت بكل ما حملته من حلو ومر، أنظر إلى عناوينها الممتلئة بكل ما عاشه الإنسان من خسارة وانتصار، من جنون وسخافة، من غدر وفقد، من لحظات فرح صغيرة هنا وهناك، ومن أحزان على فراق الأحبة وعلى آلام الأوطان. الآن لا شيء يبقى إلا البحث العاجل عن السلام في وطن صغير يحتضنه وجوه الأحبة وأوراق زمان غاب. هنا في هذا المكان الهادئ من العالم أجلس شبه منسي، أودع ما تبقى من أفراح السنوات الماضية بقلب ضعيف ما زال يشتاق لأغنية سعادة وإشراقة مفقودة لعالم من السلام. كل عام وكل الأحبة أقل حزنا. على صعيد آخر، لم يعلن النجم السوري أيمن زيدان عن خطته الفنية لموسم دراما رمضان المقبل 2024 حتى الآن، بينما يستكمل حاليا تصوير مسلسل بالداخل، وهو النسخة المعربة عن عمل تركي بنفس الاسم، ويشاركه البطولة نخبة مميزة من النجوم أبرزهم أيمن رضا وفهد صبيح وسامر إسماعيل. وكانت آخر أعمال الفنان السوري أيمن زيدان دوره في مسلسل زؤاء الجن، وشاركه بطولته النجوم أمل عرفة وشكران مرتجى وإمارات رزق وغيرهم، وهو من تأليف محمد العاص وإخراج تامر إسحاق. وتدور أحداثه حول شخصية أبو نزير، وهو شخص مستبد وقاس يتحكم في أفراد عائلته ولا يهتم لرغباتهم أو ما يسببه لهم من ألم نفسي، بينما يمتلئ ماضيه بالأسرار التي تطارده مع تسلسل الحلقات. الفنان أيمن زيدان اسمه بالكامل أيمن غالب شكري الزيداني، وهو ممثل ومخرج ومنتج ومقدم برامج سوري من مواليد مدينة الرحيبة شمال شرق دمشق، ونشأ في أسرة محافظة متوسطة الحال. كان والده يعمل شرطيا وعمل في سن 14، ففي العطل الصيفية عمل سائق سيارة ميكانيكي، وفي مطعم
ومدرسا في مدرسة ابتدائية أثناء دراسته الجامعية. عمل أيمن زيدان بعد تخرجه في المسرح، حيث كان هو حبه الأول والسبب في دخوله معهد الفنون المسرحية، فاشترك في عدة مسرحيات سواء كممثل أو كمخرج في المسرح القومي والمسرح الجوال، حتى أنه سافر إلى ألمانيا للحصول على دورة في الإخراج المسرحي ببرلين، وبعدها بعدة سنوات صار مديرا للمسرح الجوال. خاض أيمن زيدان تجربة الوقوف أمام كاميرا التلفزيون للمرة الأولى عام 1983 عندما منحه المخرج مأمون البنا دور في مسلسل نساء بلا أجنحة، كما منحه أيضا المخرج محمد ملص فرصة كبيرة وبداية مميزة لإثبات نفسه أمام كاميرات السينما، عندما أعطاه دور مهم في فيلم أحلام المدينة الحائز على جائزة مهرجان كان عام 1984، لتتوالى بعدها عليه الأعمال الفنية. تزوج أيمن زيدان عدة مرات، أولها كان في مطلع الثلاثينات من عمره، وكانت زوجته من خارج الوسط الفني، واستمر زواجهما 14 عاما قبل أن يحدث الانفصال. وتزوج زيدان من الفنانة نورمان أسعد وانفصل بعد مدة قصيرة. حاليا أيمن زيدان متزوج من كاتبة السيناريو المصرية نشوى زايد منذ عام 2007، ولزيدان 6 أولاد هم غالب وحازم ونورة ونوار الذي توفي عام 2011 ويمنى وجودي. أما من حيث ديانة أيمن زيدان ومعتقداته وطائفته الأصلية، فقد ولد لعائلة مسلمة سنية. من أشهر أقوال أيمن زيدان: الحرب أخذت بيتي وسكينتي التي كنت أسعى إليها. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.